روزي حبيبتي، نعم حبيبتي. افضل واحلى الصدقات الى الله هي ايه؟ هي إطعام الطعام. برافو يا روز. وعايزة تعرفي هيحصل ايه؟ هيحصل لو ايه؟ أنا اديت $5 charity box، استنى صبر، بعدين ممكن اخد 10 15 150. ربنا بيضاعف لنا وعشان كل انتي فلوس. ساعدتي الفقراء المساكين، زي بتقولي لهم أنا معايا فلوس ليكم ما تخافوش. برافو يا روز، برافو يا عمر. اسمها ياسمين وهي عايشة في أمريكا، عندها طفلين روز وزين وربنا يخليهم. علمت بنتها إنها تحوش من مصروفها وإنها لازم تعمل حصلتين، واحدة لربنا وواحدة ليها. أهلا بيكم في لقمة خير. هي زرعت في ولادها العطاء والإنسانية من سن صغير، وأجمل ما في العطاء لما يكون لناس أنت ما تعرفهمش، لأنه إحساس مختلف ورسالته بيكون أعظم. رسالة بتقول للمحتاج إن ربنا جعل الفرج على إيد حد أنت ما تعرفوش. انفق انفق وما تخافش، مالك مش هينقص. هنعمل النهاردة 60 وجبة مكرونة وستريبس وبطاطس زي ما روز الصغيرة طلبت وبتحب تاكل. والوجبات دي هتروح لأطفال مرضى وأهاليهم في دار ضيافة بتخدم مستشفى أبو الريش ومعهد الأورام. نستنى الصبر، بيعلمنا عن الصبر كمان. نستنى صبر، بعدين ممكن ناخد 10 8 15 150. برافو، ربنا بيضاعف. برافو يا عمر. ربنا بيضاعف وعشان لنا كل انتي فلوس. ساعدتي الفقراء المساكين، زي بتقولي لهم أنا معايا فلوس ليكم ما تخافوش. برافو يا روز، برافو يا عمر. وفي الختام هفضل ممتنة للمصريين اللي عايشين بره مصر، لأن حبهم لأهل مصر عايش جوه قلوبهم، وواقفين جنب ولاد بلدهم في ظروفهم الصعبة. صدقوني الطبق ده كله أسرار ما يعرفهاش غير اللي جرب. أشوفكم على خير يا أهل الخير.